يا صباح الخير على احلى متابعين في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين الكيكه القمر دي. كيكه جميله جدا، كيكه الشوكليت بصوص الشوكليت تحفه جدا. والصوص هنعمله بطريقه جديده يا جماعه، طريقه جديده. تابعوني لاخر الفيديو عشان تعرفوا طريقه الصوص عامله ايه. نحط فيها شوكولاته فرماسي زي ما انتم شايفينها كده. طبعا حكايه زي ما بيقولوا، طعمها كيكه السعاده يا جماعه. والله اسمها كيكة السعادة فعلا. بصوا طبقة الصوص قد ايه وطبقة الكيك قد ايه. الصوص قلنا هنعمله بطريقة مختلفة، تابعوني لاخر الفيديو عشان تعرفوا الطريقة بتاعته. وهنزينها من فوق بشوكولاتة فرماسي زي ما انتم شايفينها كده. طبعا حكاية جدا، ولا طعمها مش قادرة اقول لكم عليها، ولونها طبعا جميلة جميلة جميلة. يلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. هنجيب مع بعض زي ما انتم شايفين كده كوباية سكر، وكوباية لبن، وثلاث بيضات، وكوباية ونص دقيق، ونص كوباية كاكاو خام يا جماعة منخول، ومعايا كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا. كيك شيف احلى حاجة للكيكة يا جماعة. هنعمل الكيكة دي كلها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. اول حاجة هنزل بكوباية اللبن. كيكة اقتصادية ومكوناتها في كل بيت. هنزل كمان بكوباية السكر ونعملها كلها في الخلاط. وهنزل بالثلاث بيضات. بيض يا جماعة يعني ايه؟ يعني فانيليا. هننزل بكيس الفانيليا كده. هنضرب كل المكونات دي في الخلاط لغاية ما تعمل معانا كده فوم، وبعدين نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا الفوم اللي عملته. هنبدأ بقى ننزل بعد كده بايه؟ بالمكونات الجافة. جبت كوباية الدقيق الاولانية اهي معايا، وبعدين هنزل بنص كوباية الدقيق التانية، وبعدين هننزل بنص كوباية كاكاو خام منخول مفيهوش اي تكتلات يا جماعة. هننزل بيه في الخلاط كده. وهننزل بكيس البيكنج باودر بعد كده. هننزل بيه. طبعا احنا قلنا احلى حاجة كيك شيف يا جماعة مش البيكنج باودر. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نضرب الخليط ده كله في الخلاط ونشوفه مع بعض. انا ضربت الخليط شوية وهنزل عليه بقى بكوباية الا ربع زيت، وهنخلطه تاني لغاية ما نحصل على القوام المناسب. بصوا هو القوام ده المناسب للكيكة يا جماعة. بصوا القوام ده السمك بتاعها ده حلو جدا. هنبدأ نجيب صينية وندهنها بمادة دهنية، وبعدين ننزل بالخليط عليه. بصوا هو ده سمك الكيكة المظبوط يا جماعة، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، الوسط ده حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. هنكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180. يقعد من نص ساعة لساعة الا ربع، وبعدين نشوفها مع بعض. زي ما انتم شايفين انا بخبطها خطوتين كده عشان ادخلها الفرن اطلع كل الهواء اللي فيها. بعد ما طلعت قعدت معايا ساعة الا ربع. بعد طلعت من الفرن زي ما انتم شايفينها كده شكلها تحفة. جبت خلة سنان وبعمل فيها ثقوب عشان هنسقيها بنص كوباية لبن. زي ما انتم شايفين اللبن بيخليها ناعمة وجميلة وهشة زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى انزل باللبن. الكيكة طبعا سخنة واللبن بدرجة حرارة الغرفة. هي طبعا عشان سخنة الكيكة هتشرب اللبن كله. زي ما انتم شايفين كده الكيكة هنا كده خلاص شربت اللبن كويس جدا. هنروح بقى على النار نبدأ نعمل الصوص مع بعض. قلتلكوا الصوص هنعمله النهاردة بطريقة مختلفة. زي ما انتم شايفين كده معايا تلت كوباية كاكاو، ونص كوباية سكر، ومعلقتين دقيق كبار، وهننزل بمعلقة نشا كبيرة برضو، وهننزل بكوبايتين ونص لبن،
وهننزل عليهم كمان بكيس فانيليا. هنقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا مع بعض لغاية ما يختلطوا كله على البارد، وبعدين نولع عليه النار. زي ما انتم شايفين قلبيه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات فيه ولا اي حاجة. هنولع بقى النار. بصوا كده احنا ولعنا عليه النار كده وابتدى ايه السمك بتاعه يتقل معايا بقى كويس جدا. هننزل عليه بقى بمعلقة سمنة كده او قالب زبدة. السمنة بتديه للصوص كده للصوص الشوكليت لمعة معانا كده بقى شكله حلو جدا. هو كده ابتدى خلاص يغلي، خلاص هنعينه بقى من على النار. الصوص بصوا السمك بتاعه ده هو اللي كويس جدا. هنروح بقى نحطه على الشوكليت على الكيكة كده زي ما انتم شايفين. معلش عمالة اتلخبط. هنحط كده الصوص زي ما انتم شايفين كده معايا. هنفضي كل الصوص كده على الكيكة. بصوا سمكه عامل ازاي، مش تقيل ولا خفيف. هنفرده بقى على الايه على الكيكة كويس جدا بالراحة كده. يكون معاكي معلقة ناعمة كده تفردي بيها زي ما انتم شايفين كده. بصوا عامل ازاي. هو ده الشكل النهائي للصوص كده، شكله تحفة جدا. ممكن تقدميها بالطريقة دي، بس انا حبيت ازينها بشوكولاتة فرماسيه زي ما انتم شايفين. وحبيت احط الشوكولاتة الفرماسيه الملونة مش البني عشان ايه تكسر اللون شوية وتديكي ايه شكل حلو جدا للكيكة زي ما انتم شايفينه كده. بصوا الشكل تحفة جدا. زيني بقى زي ما انت عايزة تحطي شوكولات كتيرة قليل براحتك خالص كما يتراءى ليكي زي ما انت عايزة يعني. بصوا ده الشكل النهائي كده للكيكة زي ما انتم شايفينها، شكلها شهي جدا. بصوا لما قطعنا قطعة الكيكة بصوا عاملة ازاي مفرغة من جوه وهشة وحلوة جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا طبقة الصوص حلوة جدا وعالية كويسة جدا كثيفة يعني معانا مع الشوكولاتة الفرماسيه بقى طبعا شكلها حكاية زي ما انتم شايفين كده. وطبعا كالعادة لازم ادوقها معاكم واقول لكم رأيي طبعا فيها. طبعا طعمها خرافة. وبصوا صوص الشوكولاتة عامل ازاي، الطبقة بتاعته سميكة جدا زي ما انتم شايفين كده، فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. بصوا شكل الكيكة بقى شكلها تحفة جميلة جدا، وفعلا تستحق ان هي يتقال عليها كيكة السعادة لانها بتعلي هرمون السعادة عندنا. شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين كده، والشوكولاتة الفرماسيه مديها لون حلو جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، والسلام عليكم.